في كل شارع في مصر هتلاقي تاريخ بيحكي عنه العالم، وهنا في شارع شريف هتلاقي اول اي تي ام في العالم. مش الاي تي ام ده الخزنه الليليه، اول اي تي ام عالميا يا صديقي. اسمع شوف كده، البنك الاهلي المصري، خزنه ليليه. كانت فكرتها ايه وبتشتغل ازاي؟ الاي تي ام دي او الخزنه الليليه اول من ادخلها في مصر هو طلعت حرب باشا 1920. طلبها من بريطانيا علشان تتركب داخل بنك مصر. وفي ميزه عملها بنك مصر كانت حلوه قوي، ان هو سلم كل عملائه مفاتيح الخزنه. لكن كانت فكرتها ايه؟ كانت فكرتها ان انت لو ماشي في شوارع القاهره بالليل ومعاك فلوس وخايف عليها، بتحطها في ظرف وبتكتب عليها اسمك ورقم حسابك وبتحطها في الخزنة الليلية، علشان تنزل من الخزنة على خزنة البنك، ويجوا الموظفين الصبح ياخدوا رقم حسابك وياخدوا المبلغ ويودعوه في حسابك. على فكرة الخزنة دي في البنك الأهلي الموجود في شارع شريف، ولكن أول من أدخلها مصر كان طلعت حرب باشا في بنك مصر. وعلى فكرة بعض الفيديوهات بيقول لك انك ممكن كنت تحط في الخزنة دي او تسحب منها، يعني ما كنتش بتسحب منها، هو كنت بتحط فيها بس. واحد الناس اللي كانت بتستخدمها سيدة الغناء العربي ام كلثوم. الخزنة الليلية اول اي تي ام في العالم كله.